جاهزين للمجرم الثالث ويليام ديفن هو. الراجل ده سيريال كيلر امريكي معروف جدا. عمل ايه بقى؟ ايه بقى؟ خليها ايه بقى؟ الراجل ده قاتل متسلسل. الراجل ده قتل 7 ضحايا. اعترف. وتخلص من جثثهم في حقول القتل. يا ترى مين هو ويليام ديفن هو؟ صعبة شوية. صعب. ايه؟ انت على فكره بتحكم على الناس من شكلهم. ده اللي في النص ده شغال في مكتبة سمير وعلي. ابعد عنه. اللي في النص ده بيفكرني بنفسي قوي. اول ما تقول امريكا واشوف السوت لونه اورنج دي بعرف ان هم. ايه ده؟ دي صورة سجن. هو بي برضه شكله في السجن. ايه ده؟ ممكن يكون اتحبس عشان خاطر كسر اشاره هناك في نيويورك. والسي ده هو امين الشرطة اللي حبسه، يعني فاهم؟ انت عارف صور الايديت لما تيجي تتخن فنان او حاجه؟ راغب علامه. هو سي ده. طيب انا اقول ايه؟ لانه شكله غبي. ايه ده؟ شكله ملبوس موت. مش سهل. مش عارف، انا بالنسبه لي سي. انا شايف انه بي تحس كده اللي هو ايه، بيعرف يجيب سكه الناس واتحرك كده. دي صغير قوي على ان هو يخش في الحاجات دي. انا حاسه سي. بص سي ده بستبعده، بستبعد ده سي سي. ده بقى ما استبعدوش لانه تفصيله الشعر دي ده قهر النساء. سي ده اب مدرس تاريخ. هيطلع سي. انا ايه؟ سي. انا هقول سي. انا هقول بي. يعني ما فيهاش روح. ايه سي. بي. ما شاء الله عليك. انت اصلا ايه؟ برافو عليك. يا لهوي. عشان ماشي. الراجل الطيب الغلبان هو ده اللي قتل. طب هو باصص كده ليه بجد؟ انا قلت هو ممكن يكون عنده مثلا مشكله في النظر او حاجه. يلا نخش على اخر قاتل معانا اتش هولز. اوبا. الراجل ده معروف انه جنتلمان، غني، ذكي، والنساء بتموت فيه. كان دايما بيوقع اجمل النساء في حب. كان في زي كرنفال ومعرض عالمي في شيكاغو، قال يستغل الفرصه دي ويعمل اوتيل، لكن الاوتيل ده كان وراه قصه ثانيه. الراجل ده قاسي جدا. الاوتيل ده كان فيه بيزمنت قصه للتعذيب ويعمل فيها الجرايم اللي هو عايز، والاوض اللي كان بيعذب فيها الناس كانت عازله للصوت عشان زوار الفندق ما يسمعوش اي حاجه. بيقول لك اوضه معزوله من الصوت. الراجل ده اعترف انه قتل 27 ضحيه، وكان كل ضحاياه نساء. هو ايه حكاية النساء؟ مين في دول؟ اتش هولمز. والله العظيم بحبك. اكيد مش بي. ليه؟ اكيد مش ده احلى واحد فيهم. هو لازم يكون شكله حلو وغني، بس ان يبني فندق برضه معناه ان هو كبير في السن شويه عشان معاه فلوس يبني فندق، ومعاه خبره برضه يدير الفندق. فواضح ان هو راجل شيء في حياته وعدى عليه الزمن، فالمنطق بيقول ان هو بي او ايه. انا محتار بين بي وسي. بي لان هو شكله راجل كبير فعمل ده كتير قوي قبل كده. شايفه ايه؟ هو كان جان بيوقع الناس في جماله وحبه، بيعرف يتكلم. جانات كده بيبقوا نضاف. يا دي شكلهم يا ابني. نضاف. انت لسه ما اتعلمتش؟ ما كلهم نضاف. ده اصلا ده ريحتهم طالعه من الصوره. لا بس سي ده بصي. سي عشان هو حلو فاكيد البنات هتحبه، بس فكره بقى شيكاغو دي محتاجه شنب، فهو الاثنين التانيين عندهم شنب. سي دي بتحسيها اصلا صوره ستوك ايمج، يعني بيحاول يبان ان هو قديم بس هو مش قديم، لان الصوره الكواليتي بتاعتها حلوه. ايه شكله راجل كان مشهور، بس حاسه ان هو زي اللي عارفه اللي هم صور الناس اللي ماتوا في تايتانيك الحاجات دي. هم دي مين فيهم؟ نختار ايه؟ عشان ايه؟ عشان هو اكبر شنب. لا انا لو بالشنب اختار بي بصراحه. بي شكله غني، شكله راجل يدي ان هو عنده فندق، الشنب بتاعه بيقول كده. اختار سي. راجل البنات بتموت فيه، كل حاجه تنطبق على الخلوق ده. طالما هو ماشي شمال فهو يقدر يجيب فلوس. هو سي. انا اقول ايه؟ جان مش كبير في السن. لا مش كبير في السن. لا ده خد الصوره دي ودفنوه. سي. انا هختار شبيه محمود المليكي. بي. حسب نظريه الحادي بادي بي هي الاجابه الصح. بي. يا عم هو انا هحلل لك وانت تختار. حلل لك ايه هو ده؟ بي بس هي ايه؟ بس انا اقول بي بمزاجي. والاجابه الصح سي. طالما انا اخترت ايه هو بي يبقى الاجابه الصح سي. ايه؟ انا ماشيه من التايتانيك ده. ما ماتش في تايتانيك يعني. ما ايه؟ انا كنت جدع يا مجدي. الحلقه دي عن السيريال. ايوه والله بشوفهم كل يوم. شايفين ان انتوا دلوقتي بقى عندكم خبره في الحياه اكتر، تعرفوا الناس من وشوشهم، تعرفوا تقروهم. انا من بعد الخطوات دي